السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا جميل قمر قمر. في الباكج اللي فاتت لما نزلت الأغلفة قلت إن أنا هشرح غلاف منهم من الصفر، تمام؟ ولأجل الحق الناس طلبت أغلفة كتير ما عدا الغلاف اللي أنا هشرحه ده، بس زي ما انتوا عارفين اي حد عنده اي حاجه عايز يقولها. انا راجل ديمقراطي بسمع كل الناس واللي في دماغي بعمله. هو فعلا الناس طلبت مني شرح الحاجات كتيرة إلا الغلاف ده، لأن الغلاف دوت يعتبر سهل إلى حد ما عدا الكلمة اللي انتوا شايفينها بتاعت كلمة فيزيكس دي. الكلمة دي كانت معمولة 3D مجسمة بشكل مميز كده ويدل على الفيزياء، وديت عايز اقول لك دخلني مئات الرسائل حرفيا بتسأل دي اتعملت ازاي، ولا دي جاهزة، ولا ايه الحوار. لا في الحقيقة انا اللي عاملها، وهعرفك في فيديو ده ازاي نعمل زيها، ومش للفيزياء بس، لا في الكيمياء وكمان التاريخ وكمان الجغرافيا وكمان الفلسفة والعربي واي مادة تيجي في خيالك بنفس الطريقة وباشكال مجسمة شكلها جميل جدا جدا جدا، وكل ده بسهولة. تابع انت بقى معايا وانا هقول لك دلوقتي على التركية ديت هنعملها ازاي. بص يا حبيب قلبي، الموضوع سهل جدا وبسيط، انا عايزك تمشي معايا الخطوات اللي انا هقولها عليها ديت وهتلاقي الموضوع ما فيهوش صعوبة، هو ان شاء الله. بص بقى تابع معايا عشان الموضوع سهل وبسيط. احنا هنحتاج حاجتين، اول حاجة شات جي بي تي وتاني حاجة ايمج اف اكس، تمام؟ في شات جي بي تي قول له، يعني انا هقول له كده ثانية واحدة هكتب بس بالعربي، هبعت لك برومت عدل لي عليه بالشكل ده، تمام؟ هيقول لي تمام ابعته وانا هعدل لك عليه، فاروح جاي باعت له البرومت دوت، هتلاقيه في الديسكريبشن بنفس النص بالظبط. طيب عشان برضو نعرف احنا جبنا البرومت ده ازاي، البرومت ده وراه قصه كبيره جدا جدا على ما جبته، فانا مش عايز اضيع كل الوقت ده على الفاضي، لان انا حاولت اعمله بنفس الطريقه واجيبه تاني ما عرفتش. هي تحس ان هو جه معايا مره واحده كده. فانت معاك البرومت، خد البرومت ده زي ما هو كده كوبي، تمام؟ وهنبتدي دلوقتي نروح على موقع ايمج اف اكس، ناخد نفس البرومت بس شايف الحاجات اللي تحت ديت، هنختار النيون لايت وافضل قلب كده، هات برضو الهاي كونتراست، تمام؟ وقلب برضو تاني، هات هاي ديتيلد، يعني خلي برضو التفاصيل واضحة. وبعد كده اعمل لي كرييت. كان المفروض نخلي المقاس سرعة أفقية 16 ل 9 بس عادي يعني مش مشكلة، وهنستنى ثواني ونشوف النتيجة سوا. زي ما انت شايف الصور جامدة بشكل غريب، الصور جامدة أوي 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 أوي، وعشان تعملها صعبة صعبة صعبة، فاهم يعني؟ بص حاجة زي كده، تمام؟ انت لو عملتها على الملزمة، واو 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 بجد يعني. بص دي شبه اللي انا استخدمتها. طبعا ممكن حاجة زيادة زي ديت عادي نشيلها بالفوتوشوب والموضوع سهل جدا حتى في القص في كل حاجة. طيب نرجع تاني لشات جي بي تي، قول له يا عم شات جي بي تي بص، عدل الكلمة إلى كيمستري، تمام؟ وخلي الوصف لايق على الكلمة والخلفية تكون سوداء. طب ليه الخلفية تكون سوداء؟ عشان خاطر يبقى الموضوع سهل في القص وكده يعني، تمام؟ اهو يشكر جاب لنا البرومت في ثانية، ناخده كوبي نروح على موقع ايمج في اكس، نعمل بيست البرومت الجديد ديت نفس الكلام، واتأكدنا ان المقاس 16 ل 9. طب اوكي، بعد كده ندوس على انشاء. اوف، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده بجد. بص يا جدعان، انتوا شايفين اللي انا شايفينه؟ الموضوع جامد 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 جامد. انا بجد منبهر منبهر والله، كل مره بعملها بترجع تعجبني تاني. بص الديتيلز اللي موجوده ايه ده، ايه ده، ايه ده. لا بجد جميله قوي جميله قوي. وعلى فكره انت كل الموضوع سهل، شايفك يعني انت خلاص ديت بقى، خلاص بقت ديت عندنا ثابته المسج ديت اللي هو عدل الكلمه لكذا وخلي الوصف لايق على الكلمه، تمام؟ خلاص احنا ممكن نمسح بتاعت الخلفيه تكون سودا عشان عرفناها. هنيجي هنا كده ونروح شايلين كلمه كيمستري، تمام؟ وممكن نخليها اي كلمه، حرفيا اي كلمه تيجي في بالك. ممكن مثلا اخليها ماس بالشكل ده واروح عامل سيرش، او مش عارف اعمل ايه يعني. اهو البروميت جالنا، هنروح واخدينه على موقع ايمج اف اكس بنفس الطريقه كده، ونروح عاملين له بيست بالشكل ده ونعمل كرييت. اوه 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 اوه، روعه روعه روعه، اقسم بالله روعه. ايه الجمال ده يا عم، ايه الجمال ده.
اقسم بالله ده انت لو حطيتها على بوستر او غلاف او اي حاجه وكتبت فوقها كلمتين كده وبتاع، خلاص شكرا، هي هتنطق الغلاف لوحدها او هتنطق البوستر، هتنطق اي حاجه، فاهم؟ وزي ما قلت لك احنا ممكن ايه، نفس الحوار، هنجيب كده الكلمه ديت كده كوبي بيست بالشكل ده، هو كل الحوار نفس الطريقه، كل مره نفس الطريقه، هتروح جاي تبدل الكلمه دي وشكرا، ولا اكتر ولا اقل. ممكن نخليها دلوقتي مثلا بيولوجي، تمام؟ اهو احنا هنقول له خلي الكلمه كذا وخلي الوصف لاقي على الكلمه، لا اكتر ولا اقل، وتروح جاي باعتها له، تمام؟ اهو هيجيب لك البرومت الجديد بكل سهوله. برضو هناخده كوبي ونروح على موقع ايمج اف اكس بنفس الاعدادات اللي تحت، نروح جايين عاملين بيست، ونروح جايين دايسين كرييت بالشكل ده. وعلى فكره يعني لو تاخد بالك ساعات الكلمات اللي بتبقى الحروف بتاعتها كبيره ساعات بتخيش منه، تمام؟ يعني هو هنا تمام، دي الوحيده اللي فيهم كاتبها صح. بعد كده هتلاقي الاي متكرره مرتين، مفيش ال في النص، فاهم؟ في شويه غلطات كده بتحصل فيه في الكلمات اللي تبقى حروفها كتير. بس بي ايه، انت افضل اعمل كرييت 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 وهو هيظهر لك نسخ كتيره، والنسخه اللي تعجبك ايه حملها. يعني مثلا دي طلعها معايا صح، خلاص هروح جاي منزل ديت، والباقي دوت ممكن ما اعتمدهوش عشان الحروف بتاعته مش صح. وزي ما قلت لك هتخش برضو هنا نفس الطريقه بالظبط، هنقول له اهو نعمل بيست، خلي الكلمة، خلاص احنا عرفنا احنا كل اللي هنبدله الكلمة، وشكرا على كده، الموضوع سوبر ايزي، تمام؟ ارابيك، نعمل برضو تمام ماشي، ادينا البرومت الجديد. يا جدعان الموضوع بجد جامد 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 جامد، والتركية ديت اتسألت عليها كتير بشكل غريب بصراحة، تمام؟ وانا انتوا عارفين ان انا ما بخلش عليكم بأي حاجة، فعشان كده بإذن الله ايه نزلت بيها، وانا بصراحة متأكد واثق ان انا هلاقيها في تصميمات كتيرة بعد كده، وعشان هي تستحق بصراحة، حركة صايعة وجديدة وجميلة يعني. هتضيف للأغلفة، هتضيف للبوسترات، هتضيف في الشهادات، انت ممكن تعملها في اي حاجة، اي حاجة حرفيا تيجي على بالك بنفس الطريقة كده. وزي ما قلت لك الموضوع هنا سهل، احنا عملنا ايه، هنقول له عدل الكلمة لكذا وخلي الوصف لايق على الكلمة، عدل الكلمة لكذا وخلي الوصف لايق على الكلمة، وهتمشي بنفس الطريقة. عايزها فلسفة اكتب فيلسوفي، عايزها مش عارف ايه اكتبها كذا، وما تجربش تمسح الكلمة دي مثلا وتخليها عربي، اللي هي يعني عربي كده كده يعني من اللغة العربية، فاهم؟ او مثلا الكيمياء تخليها كيمياء بدل كيمستري، لان ايمج في اكس ما بيتعاملش مع الصور بالعربي، فما بيتعاملش مع الحروف بالعربي والكلام ده كله، فهتلاقي الصورة متدمرة، فانت لازم تكون بالانجلش، تمام؟ وكده كده عادي يعني، احنا بنستخدم حاجات انجلش في الاغلفه بتاعتنا، ودي حاجه متعارف عليها وبيبقى شكلها جميل يعني، الموضوع سهل جدا. اوه، اقسم بالله العظيم انا منبهر، النتائج خرافيه بجد. ايه ده، ايه ده، لا جمدان 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 جمدان، في نتائج ما طلعتش معايا انا شخصيا على فكره، يعني انت جرب كده وغير، بس انا بصراحه منبهر، انا منبهر، جامده قوي 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 قوي. انت ممكن تاخدها زي ما هي كده وتدخلها على اي موقع يقص الخلفيه، شكرا بقى معاك تايبو 3 دي شكله مجسم جامد، لو حطيته على الغلاف هو لوحده هينطق الدنيا، تمام؟ فانا مش عايز اطول عليك بقى، هي نفس الطريقه في الفلسفه ونفس الطريقه في اي ماده بقى، اي ماده تيجي في خيالك نفس الطريقه بالظبط، هتقول للشات جي بي تي عدل الكلمه وكذا وخلي البرومت لاقي عليها. وعلى فكره نفس الطريقه دي، نفس الطريقة دي اللي أنا استعملتها في كلمة كيمستري في غلاف كيمياء من الإصدارات الباكج الإصدار التاني، وعايز أقول لك إحنا ممكن ناخد الموضوع نيكست ليفل برضه، لأن أنا جت في دماغي فكرة كده غير الكلمة دي، وعملتها برضه بالاي اي. يعني ثانية واحدة كده، شايف الغلاف اللي قدامك ده؟ طبعا أنا ده غلاف فلسفة، شايف الكلمة مكتوبة إزاي، شايف تمثال أرسطو ومع الحاجات ديت والايد والكلام ده كله، حتى الشيب ده، كل ده اقسم بالله العظيم عامله اي اي، تمام؟ بس في فن، يعني هي مش فكره اي اي. طب الصوره ديت بقى ذات نفسها بتاعت ارسطو دي احنا عملناها ازاي؟ انا حرفيا عملتها من الصوره دي، وقعت قدامي الصوره دي بتاعت الكلب ده تمام، ودخلت على موقع صوره بتاع شات جي بي تي هوريهولك دلوقتي، وقلت له عايز احول الشيب دوت لارسطو. ثانيه واحده اوريك ازاي. ده شات جي بي تي بلس، تمام؟ ده انا مشترك مع حد كده،
والاكونت دوت بلس، بس تقريبا نفس الطريقه تنفع في الاكونت المجاني. وما تركزش قوي في الكلام اللي على الجنب دولت عشان كل ده مش تبعي والله. انا مشترك معايا في الاكونت دوت واحد دكتور وواحد مبرمج وانا ديزاينر، ومعانا مش عارف واحد مهندس، ومعانا واحد بتاع فيشن. حرفيا الاكونت دوت عليه ناس كتير قوي، فاهم؟ عليه يجي 5 تقريبا، بس عادي يعني مش مؤثره معايا في حاجه بصراحه. صورة هي دي اللي بتلاقيها تحت شات جي بي تي كده بالشكل ده، هي دي بتدوس عليها تمام، وتبتدي بيفتح معاك، وهنا بقى تبتدي تكريت عايز صور شبه كذا، فاهم؟ هتقول لي ازاي يعني؟ اقول لك بسيطة. انا هعمل ابلود دلوقتي للصورة بتاعت الكلب اللي انا لسه موريها لكم دي. اهو رفعت له صورة الكلب تمام. وبص برضو الصورة دي يعني هي حرفيا الصورة بتاعت الكلب الاولاني وقعت قدامي هنا برضو نفس الطريقة كده، فاهم؟ يعني بس ديت معموله مش عارف ما علينا خلينا في دي دلوقتي. انا هقول له عايز بنفس الطريقه كده، عايز احول الصوره اللي قدامك دي لصوره ارسطو بنفس الستايل والطريقه، اوكي؟ وبعد كده هعمل ريميكس من هنا وهسيبه هو شويه، ولما يخلص هوريك النتيجه. ده بعد ما اخلص، وزي ما انتم شايفين النتيجه بجد خرافيه تمام. ديت الصورة اللي طلعها لي، وطبعا زي ما انتم شايفين الكواليتي جميل جدا، وصورة بجد روعة 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 روعة. وهي نفس الصورة اللي مستخدمة هنا، بس التانية دي بستايل مختلف شوية، مش مختلف بس يعني مجرد بس تظبيط الإضاءة ومش عارف ايه، وضفت انا شوية أشكال والكلام ده كله تمام. وطبعا بقى يعني في حاجات انا بظبطها، مثلا الاضاءه والكلام ده كله انا اللي عاملها مانوال عشان تبقى ايه متناسقه. وعلى فكره حتى الايد دي، الايد اللي هي عندنا بالشكل ده، برضو انا اللي عاملها عن طريق الاي اي. وبعد كده بدات اضيف الافكتات عشان تكون متناسقه. يعني بص كده قبل بيفور، وكده افتر تمام. وبرضو كذلك العمود دوت اللي هو الاغريقي، بص كده شيل ده كده ورجعهم تاني، فاهم؟ يعني هو حرفيا ميكس ما بين الاي اي والمانيبيولوشن وشويه فنيات بقى في التصميم، فيطلع لنا حاجه سيمبل قويه مميزه تقيله، صعب ان انا كنت اعملها قبل الاي اي. وكذلك برضو التريكات اللي انا وريتها لك ديت بتاعت اللغات والكلام ده كله، كل ده مستحيل يتعمل قبل الاي اي تمام. انا ليه بقول لك ده كله وبوصل لك؟ بص، ايا يكن انت مجالك ايه، سواء مثلا تصميمات مدرسين، سوشيال ميديا، مش عارف ايه، طباعه، الكلام ده كله، ايا يكن لازم تدخل الاي اي في شغلك تمام. وحرفيا احنا دلوقتي ما بنستخدمش اكتر من 15 مواقع، يعني عشان ما حدش يضحك عليك ويفهمك ان هم كتير، بس هي بترجع لدماغك هتستخدم الاي اي ازاي، وهتوظفه بطريقه تنفعك في شغلك ازاي. ففي الاول في الاخر الموضوع واقف عليك انت هتستخدمه بأنهي طريقه تمام. يعني زي ما قلت لك انا حرفيا مطلع صوره ارسطو التصميم الجامد جدا ده، اقسم بالله من صوره كلب. يعني أنا لو بقول لبني ادم عاقل مش هيصدقني تمام. وفي تريكات تانية كتير 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 هقول لكم عليها باذن الله الايام اللي جايه دي، كلها حرفيا بالاي اي، مع شويه مانيبيولوشن انا عارفهم، مع شويه خبره، مع شويه تنسيق صح، مع الوان صح، مع مش عارف ايه، كل ده هيؤدي لايه؟ هيؤدي لتصميم مميز وجديد وشكله حلو، ايا يكن بقى مجالك، فاهمني؟ وانا مبسوط بالتركيه اللي انا شرحتها النهارده، واتمنى تكون فادتكم. مع العلم يا صديقي ان كل الشغل اللي انت شايفه دوت هو من الاصدار الثاني، من الباكج الاصدار الثاني. الباكج الاصدار الاول اللي عملناها حرفيا الشغل فيها تقيل جدا ومنظم وحاجه مميزه ومحترمه. وكذلك برضو الاصدار الثاني زي ما انتم شايفين حاجه مميزه جدا وتقيله، ومش حد عاملها، لان انا ما بقلدش حد، انا شغال بدماغي تمام. وده يمكن باين في شغلي ومميزه، لان انا مش محتاج بصراحه ان انا اقلد من حد ولا اعمل حاجه من حد. وناس كتير بتسالني بتجيب افكارك منين؟ افكاري ان انا بجيبها ان انا ما بقلدش حد، ببتدي اشتغل وخلاص. مش لازم اعمل تغذيه بصريه واقعد ابص على فلان وعلان واسرق من ده واعمل من ده واقول ان انا بعمل تغذيه بصريه، لا ده مش صح. انا هشتغل بدماغي، اشوف دماغي دي هتجيبني لفين واخرها هيوديني لفين. طلعت نتيجه معايا كويسه، وصلت ل 50% من الديزاين، خلاص هبتدي اشوف مثلا فلان ده عامل ايه، ممكن تركايه هنا تعجب لي بتاع، انما ابدا من البدايه بناء على اللي انا شفته بس، يبقى انا كده بضيع التصميم وبخليه نسخه مكرره من حاجات موجوده قبل كده. والهنا يا صديقي نكون باذن الله خلصنا حلقتنا الجميله دي،
وان شاء الله يا رب تكون عجبتكم وما كنتش طولت عليكم. ولو عندك اي استفسار بخصوص اي حاجه يا ريت تكتب لي في الكومنتات وتقول لي ايه رايك في الحلقه وايه رايك في التريكات الجديده اللي احنا بنقولها. ويا ريت ما تنساش تسال عن سعر الباكج الاصدار الاول دلوقتي بخصم مميز جدا، واللي هيشتري الباكج الاول زي ما قلت لك هو هيكون ليه خصم برضه مميز جدا 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 في اصدار الباكج التاني. واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.